Good evening everyone or good morning. السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى انكم تكونوا بخير. المهم in this video ان شاء الله تعالى في الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا ما امكن يعني واحد الموضوع متعلق ب analytical psychology and psychoanalysis اللي غادي نشوفوا فيه يعني بعض التحليلات اللي كنقوموا بهم يعني اولا كيقوموا بها علماء ديال النفس اللي كتعلق بتفسير الاحلام. ف الاي ليكتشر غادي نحاول ما امكن انني نهضر على types of dreams اي بمعنى انواع الاحلام ومفهوم الحلم ماشي فقط بطريقه جنرالي بس نحاولوا نتعمقوا في مفهوم الحلم. وكذلك غادي نشوفوا واحد يعني كيفاش منين الحلم كيجي يعني اش من مناطق بالضبط في النفسيه ديالنا ولا في النفس الى اخره. فيعني على بركه الله اذا ملي كندوي على مفهوم الحلم فيعني اشهر تعريف هو ديال سيغموند فرويد اللي كلكم كتعرفوا اللي هو ان الحلم هو عباره عن يعني محطه اللي كيقوم فيها هذاك الحالم او ذاك الانسان اللي كيحلم بتفريغ هذيك الاشياء اللي ما نقدرش يديرها في الواقع. اي بمعنى الحلم ترجمه لما هو في الواقع يعني without restrictions اي يعني بدون يعني قواعد او لا بدون يعني قيود الى اخره. فكنلقاو انه يعني الحلم بالنسبه لسيغموند فرويد هو واحد المحطه اللي كيدير فيها اللي بغيتي وكتاخذ في راحتك اللي عجبك كديرو ما كاينش اللي غيحاسبك لا المجتمع لا والو لانه it is personal. هنا فين كنلقاو ان الحلم يعني بشكل يعني ملخص عن سيغموند فرويد is more specific and it's more personal. اي بمعنى الحلم عنده هو specific اي بمعنى محدد و to the point لواحد الحاجه اللي ما قادرش انا نديرها في الواقع ديالي قدام الناس and at the same time personal يعني كيكون فقط خاص بيا. يعني الحلم اللي كنشوف انا ماشي بالضروري كنت يشوفوا صاحبي او لا الزوجه ديالي او لا يعني الاطفال ديالي الى اخره. فحنا مختلفين. اذا سيغموند فرويد كل ما لا تستطيع القيام به في الواقع يتم ترجمته الى الحلم وفي الحلم مثل كدير اي حاجه it is specific it is personal. هذا بالنسبه لسيغموند فرويد. حنا كنعرفوا هذا التعريف هذا مشهور بزاف وربما كاين اللي قرا فيكم في الباك كاين اللي دار عين النفس وقرا هذه المساله هذه وتعمق فيها. فهذا كيتسمى جنرال. ملي كنمشيو عند كارل يونغ فكنلقى عنده انه الحلم حتى هو عباره عن يعني تفريغ هذه الاشياء اللي ما قدرتيش ديرها انت في الواقع. ولكن هو زاد واحد المساله اخرى. اذا شنو الفرق ما بين الحلم عند سيغموند فرويد والحلم عند كارل يونغ؟ وهو ان سيغموند فرويد اختزالي اي بمعنى يقوم باختزال اشياء كلها فيما يتعلق بالماده وهذا ما نستدعي ب sexual aspects. يعني هو اختزالي يعني محض اي بمعنى تيمشي فقط ما هو متعلق بالجسد. في حين ان كارل يونغ كنلاحظوا ان في الابروتش ديالو او في ديك النظره ديالو للحلم هو مزيان. الحلم تيخلينا نتنفسوا ونديروا داكشي اللي بغينا. ولكن راه كاينين واحد سيمبلز وواحد الحاجه اللي كيسميوها في الكتب ديالو الاركيتايبس اللي كتخلي الانسان يستعمل هاد الاركيتايبس اللي هما سيمبلز يعني بحال البيرسونا بحال الشادو الى اخره. كيستعملوا هاد المسائل هادو كاملين اللي بعض المرات كنقول لهم تولز باش نقدر نخدمهم في الحلم ديالي. لان الحلم صعيب بانك تحلم بالفراغ. It's very difficult. الحلم ما يمكنش تجي تحلم لنا بشي حاجه فيها الفراغ يعني ما تشوف حتى شي حاجه قدامك. ربما تقدر تشوف البياض او لا تشوف اللون الى اخره لان اللون الابيض او الكحل ولا الاحمر حتى هو شيء. ولكن لا يمكنش تحلم بشي حاجه فيها الفراغ. ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى سيمبل ما كاين حتى اركيتايب ما كاين حتى واحد الحاجه اللي كتدل وكتعطينا دلاله على ذاك الحلم. very difficult او لا very rare. اوكي لان كارل يونغ تيقول لك بان الحلم اللي قال التعريف ديال الحلم اللي عطاه سيغموند فرويد صحيح ولكن كنزيدوا عليه واحد التولز او لا كنزيدوا عليه واحد السيمبلز او لا الاركيتايبس اللي كيعطي معنى لذاك الحلم. اوف كورس الحلم عند سيغموند فرويد تفريغ او لا fulfillment of the wish يعني انه تيخلينا نعبروا على داكشي اللي ما نقدرش نديرو في الواقع وبكبوت ولكن عن طريق سيمبلز او لا عن طريق الاركيتايبس او لا عن طريق اليونيفرس. وهنا فين كنلاحظوا انه هنالك تفرقه ما بين تعريف الحلم عند سيغموند فرويد وتعريف الحلم عند كارل يونغ. هادو بجوج من خلال التعريف ديالهم كيعطيونا بان الحلم هو عند سيغموند فرويد بوابه للانكونشس اي بمعنى اللاوعي. وبالنسبه لكارل يونغ فالحلم هو بوابه للانكونشس ولكن معاه اشياء اخرى اللي كيسميهم بالاركيتايبس والسيمبلز اي بمعنى يعني سيمبلز باللغه العربيه يعني بحال قلنا يعني الاشياء اللي كنشوفوا يعني رموز يعني الاشياء اللي كاينه في العالم ديالنا. وكانه كيبغي يقول لنا كارل يونغ بان الحلم it's universal.
ولكن سيغموند فرويد تيقول الحلم اتس سبيسيفيك اند بيرسونال. الفرق كما قلت هو انهم جوج الحلم عندهم تيكون بوابه الانكونشس، بوابه اللاوعي، ولكن سيغموند فرويد تيقول لك بان هذا اللاوعي كيبين لنا ما هو سبيسيفيك ما هو بيرسونال عن طريق ما يسمى بالسيكشوال باترنز. ولكن كارل يونغ تيقول لي لا، راه ماشي ديما كيكون الانكونشس في فقط الاختزاليه ديال الجسد او لا سيكشوال باترنز او لا بارامترز، ولكن راه كاينين بعض الاركيتايبس، كاينين بعض السيمبلز اللي كيشاركوهم حنا كاملين في العالم ديالنا واللي كتكون عندهم دلاله. وهذا كذلك في القران اللي كنمشيو نشوفوا يعني على سبيل المثال سورة يوسف كنلقاو أن يوسف عليه السلام كان من الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى يعني القدرة على تأويل الأحاديث. إذا من بين الحلم اللي شاف العزيز هو أنه شاف بقرة. إذا هذه البقرة كتعني واحد الاركيتايب أو لا كتعني واحد السيمبل اللي عنده دلالة في الحلم. ويوسف عليه السلام استطاع أنه يفسر ذلك الحلم عن طريق السيمبلز أند اركيتايبس. وكذلك عندنا الرمز ديال السنبله او الاركيتايب ديال السنبله. الو سيغموند فرويد تيقول لك بان الحلم اللي شافوه العزيز راه بيرسونال اند سبيسيفيك محدد له، ولكن تحليله تم عن طريق ماذا؟ عن طريق دوك السيمبلز او الاركيتايبس اللي كاينين في العالم ديالنا، اللي هي تقدر تكون حيط، الام ديالك، الاب، البقره، العنكبوت، الاشياء اللي كتشوف، ضاق، كلب، عزكم الله، قط، الى اخره. كل هادو كيتسموا كاينين في اليونيفرس ديالنا، في العالم ديالنا. وهذا اللي كيؤدي بنا اننا نعرفوا جوج المناطق من خلال جوج تعاريف. سيغموند فرويد كيركز على منطقه الانكونشس، وكارل يونغ كيركز على منطقه الكولكتيف انكونشس اللي هما هذا. الو هنايا الا بغينا نشوفوا في الورقه غنلقاو بان هنا كاين عندنا الانكونشس او لا سبكونشس اللي كيركز عليه سيغموند فرويد، في حين اعمق منه اللي هو اعمق منه هو الكولكتيف انكونشس. وعلاش سماه لنا كارل يونغ collective unconscious؟ لأنه it collects a lot of symbols and archetypes and aspects of the world. أي بمعنى راه collective unconscious راه هذوك الأحلام اللي كنشوفوا وهذوك الدريمز اللي كنشوفوا راه ما يمكنش لك تشوفهم فقط من الفراغ، ولكن كتعتمد على ما يحيط بك في العالم. وداك الشيء اللي جمعته الام ديالك والاب ديالك والاسره والعائله والافراد ديال المجتمع والمجتمع عامه والحضارات والثقافه والتاريخ، كل شيء يعني كاع داك الشيء كامل كيتراكم فكيقدر يتمثل لنا عن طريق ما يسمى بالحلم او لا ما كيشكل لنا الحلم. اذا هادو جوج ديال التعاريف ديال الدريم بالنسبه لكارل يونغ وبالنسبه لسيغموند فرويد، لانهم كيعتبروا من اهم العلماء يعني في السايكولوجي. اوف كورس كاين جاك لاكان اند سو حنا غنتعمقوا بشويه بشويه. اذا من هنا كنقدروا نلقاو ان تفسير الحلم عند سيغموند فرويد او لا تعريف الحلم عند سيغموند فرويد ماشي هو تعريف الحلم عند كارل يونغ. والمنطقه اللي خرج لنا سيغموند فرويد ماشي هي المنطقه اللي لقى لنا كارل يونغ. كنلقاو بان سيغموند فرويد اختزالي فتم يعني التركيز ديالو كان على ما يسمى بالانكونشس، وجاء كارل يونغ تيقول ليه لا راه ماشي غير الاختزاليه او ما يسمى بسيكشوال باترنز والجسد الى اخره، راه كاين ما اعمق منه اللي هو كولكتيف اند كونشس. اذا هذا بالنسبه للتعريفان يعني حول الحلم. كاين كذلك واحد السؤال اللي كيقدر يدخلنا لبعض المناطق اخرى اللي في الحلم ديالنا او لا في البنيه النفسيه ديالنا الى اخره، الا وهو الفرق ما بين الحلم والرؤيه. بعض العلماء تيقول لك بان هنالك فرق ما بين الحلم والرؤيه. شنو الفرق بيناتهم؟ الحلم كتقدر تشوفه ما تيكونش عنده ما تيكونش ذو اهميه. على سبيل المثال كتشوف على سبيل المثال انك حلمتي بشي تلعب مع الاصدقاء ديالك كره وانت راه عندك غدا ماتش، الو غير هذاك الكوغنيتيف بروسيس اللي خدام في الدماغ ديالك كيترجم في الحلم، فكتشوف راسك لعب ماتش ومع الستات تمشي تلعب ماتش. هذا تيكون فقط حلم عابر اللي تا واحد كاين عنده تايب ديالو او عنده اسم ديالو في انواع الاحلام. ولكن هذا الحلم هذا راه تقدر غير تلعب داك الماتشات وصافي ودوز واحد الشهر تنساه. لان بعض المرات كنسولك شنو حلمتي السبت اللي فات كتقول لي راه نسيت ما بقيتش عاقل، هذا يسمى بحلم. لكن الرؤيه يعني كتكون عندها المده طويله، يعني واخا دوز 3 سنين 4 سنين 5 سنين او لا حتى العمر ديالك كامل كتبقى عارف يعني هذيك الرؤيه شنو شفتي فيها. وهذه هما اللي كيتسموا الايبك دريمز يعني ولا البروفيتيك دريمز، بعض المرات كنسميوهم بهذه الاسماء هذو. اذا هذا بالنسبه لتعريف الحلم عند سيغموند فرويد وعند كارل يونغ، وغادي نشوفوا ان شاء الله تعالى في الفيديو الجاي
تايبس اوف دريمز او انواع الاحلام، وكل وحده في المنطقه ديالها. دابا عرفنا غير جوج المناطق، وباقيين يعني جوج المناطق اخرين اعمق من subconscious واعمق من collective unconscious. Thank you so much.